لان في شخص ممكن يبقى عارف بس بيهرب ما بيعملش. ف تاني انت عضلاتك مش هتكتسبها بان انت تتفرج على واحد بيتمرن جيم، فمش هتكتسب العضلات. العضلات لازم تكتسبها بالتمرين. فنفس الحكايه بالنسبه للعقل. طيب لو كان بقى الكوبنج سكيلز جامده والستريس ما فيش، فانت بتبقى سترونج، لكن لم يتم تحدي، وبالتالي انت قد تكون ان انت يعني ايه، ممكن يعني ما تمش you didn't challenge or get challenge yet. عشان توصل لمرحله الريزيلينس لازم يكون في ستريس هاي، ولازم يبقى في الكوبنج سكيلز بتاعتك قويه. فكره الريزيلينس دي بقى، وصحح لي يا دكتور، هي قدرتك على ان انت تقع وتقوم تاني تبقى احسن، مهم. تقع وتقوم تاني تبقى احسن، تقع وتقوم تاني تاخد الضربه تقوم مهم. مخلياك اقوى. ف... فايه راي حضرتك في الجزئيه دي وبتاعت الريزيلينس؟ تمام تمام، مهم جدا الاربع نقاط دول والكيرف ده. على فكره، لو سأل لو ناس دورت فسيولوجيا ايه اللي بيخلي يشيل الويت ليفتنج بيكبر العضله. اللي بيكبر العضله، لو شفت الجماعه بتوع الفسيولوجي، اما بتشيل حديد تقيل بيحصل لك مايكرو انجري. بيحصل لك بيسموها كده بالظبط مايكرو انجري للماسكولار فيلامنتس اللي موجوده. يعني انك انت بتاذي العضله بتاعتك بنسبه صغيره جدا على مستوى المايكرو. وبعدين العضله اما بتاذيها، علشان كده بيبقى في بين بعد شيل العضلات. فالمايكرو انجري بتهيل تاني يوم تلاقي العضله كبرت، لان انك عملت ماسكولار تيشو اكبر واقوى، وبعدين تنجر التاني، انجر التاني، انجر التاني. فالمايكرو انجريز دي لما تعملها باستمرار، العضله بتاعتك بقى ضعف حجمها وبقى قوتك افضل. نفس الحكايه بتحصل للمخ. انك انت لما يحصل لك مايكرو انجري، انك اتحطيت لموقف اتكسفت فيه او فشلت فيه او مشاعرك اتجرحت فيه او كان شكلك وحش، واتعاملت معاه، المره الجايه نفس الموقف لما هيحصل كويس اتعلمت حاجه جديده، بقيت سترونجر في هذا الموقف بحيث انك انت تصلحت فيه. فالريزيلينس هي بالظبط شبيهه بتقويه العضلات. ان بيحصل لك مايكرو انجري صغيره بتضاف مع الوقت، مايكرو انجري مع مايكرو انجري مع مايكرو انجري، تلاقي العضله كبرت. بشرط ان انت دونت انجري تو ماتش. لو انت بالظبط. مزقت العضله هتبوظ. بس حته المايكرو انجريز دي اللي بيحصل ان في بعض الناس ان هي بتخش تو ماتش في الموضوع، فيحصل لهم انجري جامده فيتجنبوا كل حاجه خالص. يقول لك لا بالظبط. لا لا لا. زي ما تكون بالظبط انت رايح الجيم وشلت 200 كيلو مره واحده فعضلاتك باظت بطلت تروح الجيم خالص. لا، ما تتهورش. يعني حته انك انت تخش في المواقف بالراحه وبالتدريج، وتتعامل مع نفسك وتاخد فتره راحه وترجع تاني. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع المصل بيحصل مع المخ. يعني مخك والاكسبيرينس وحته السينابتيك بلاستيسيتي دي بتيجي مع مجموعه الخبطات اللي جات لك في حياتك. وكلنا مثلا لو شفت خبرتنا مع الهجرة، وانا كتبت قصتي مع الهجرة على الفيسبوك، هتلاقي نفسك ان انت بعد شوية ان المشكلة كانت جواك انت. يعني المشكلة مش الناس بتكرهك، واصل انا عندي، حضرتك ما قلت انا عندي اكسنت، واصل انا ما بتكلمش انجليزي كويس، واصل انا مش عارف ايه. انت في النهاية بتقول ايه يعني اللي انا بسميها عبوكوا كلكم دي، عبوكوا كلكم، انا احسن من اي حد فيكم. هو انا ايه يعني اقل منكم؟ يعني مش بس، خلي بالك ما توصلش لمرحله الغرور والتكبر، ولا تصل لمرحله الايه اليأس والاحساس بالظبط. بالدونيه. في حاجه في النص. البالانس دايما وهو ده اللي الناس دايما بتقع فيه يا دكتور، الافراط والتفريط. يعني دايما يا يس. اما مفرط يا اما مفرط، يا اما زيرو يا اما 1، يا اما شرير يا اما خير. يا ابني لا، هو شيء كلنا فينا وفينا. الفكره دايما التفكير الحدي ده هو اللي وبصراحه بس. بيضايقني جدا جدا. يعني لان دايما الناس عايزه انا وحش هبقى حلو. يا ابني انت مش هتبقى حلو، انت هتبقى احسن كل يوم، هتبقى احسن. فهي الفكره كلها. وعشان كده تاني ارجع اقول، لو ما ابتديتش النهارده وامنت ان هي اكسبوننشال مع الوقت، فانت هتفضل طول العمر. هي مش سكيلز هتاخدها وبقت عندي، هي انا بقى عندي كوبنج سكيلز، او انا بقيت احسن يس. وخلاص يس. وصلت للنهايه. يعني اتس a continuous improvement and continuous development all the صح. time. وده بيديك يعني بيديك امل ان الحياه ما زال فيها الكثير ان انت تحصل عليه. انت مش عايز تحصل بقى خلاص، مفيش مشكله، بس على الاقل تبقى عندك وعي ان انت اللي عايز كده،
وان انت مشكلتك مش مشكله بقى السيستم، ولا مشكله الشركه، ولا مشكله جارك، ولا مشكله زميلك، ولا مشكله مديرك، ولا مشكله، هي مشكلتك انت، وانت اللي اخترت كده. وعشان كده الوعي، السيلف اويرنس من الحاجات المهمه جدا. انت ساعات يا دكتور واحد يجي يعمل كونفرزيشن مع حد يلاقي هو مش عارف هو عايز ايه اصلا. يعني طب انت يعني طب انت عايز ايه؟ ما انت لازم الاول تفهم انت عايز ايه عشان تقدر تحرك العقل، يعني تقدر تحرك المكنه اللي انت سايقها دي. لا تمام، انا دايما بقول ان آفة حارتنا التفكير الحدي والتفكير السحري. دي مشكلة بسبب التعليم الغير جيد في مجتمعاتنا. التعليم الجيد اللي هو التفكير النقدي بيعلمك ان في جراي ارياز ان لايف، وان التفكير الدايكوتوموس ثينكينج ده اللي في حد كتب على الدايكوتوموس ثينكينج او التفكير الحدي ده ما عندكش، وده بيجي نتيجة عدم القدرة على فهم النفس والتعاطف مع النفس وتفهم النفس بطريقة صح. الناس اللي ما عندهمش قدرة على السبريشن وفهم نفسهم والريبريشن بيستعملوا السبليتنج. ما بيقدروش لانه مش قادر يتكيف مع الكون اللي حواليه، فبيسبلت. تيجي تقول له والله انا في مشكله كذا، اصل الناس وحشين، اصل الناس بتكرهني، اصل مش عارف